السلام عليكم، كيف الحال؟ شلونكم؟ بقول لك والله انا لا كنت بمشفى ولا لي خبر، انا لا بلقاء ولا باتصال ولا بشيء، والله اذا حدا متصل ما لي خبر علي حلال من هالتلفونات. انا سمعت مثلكم. انا اصلا من الاول ما كنت بدي اطلع من ادلب، انا كنت حاط اولادي في مشفى خاص ونقلت اولادي على مشفى خاص وبدي اعالجهم. طالعوني غصب عني. انا ما بدي اطلع على مطرح، انا عم بعالج اولادي. طالعوني غصب عني. انا المقادير والظروف والهي اللي جابتني انا. عرفتوا علي شلون؟ ليش ما خليتوني انا اعالج اولادي في مشفى خاص؟ انا كنت عم بعالج اولادي وانتوا السبب. انا لما كنت بسوريا وكل من يجي يصور ويسجل انا يعني كمان كنت موجود. يجوا ياخذوا رايي. مالي خبر انا بشيء، انا مثلكم. مثلكم. كلها بس بدها التاجر في اولادي صارت. بس تجاره. ما بيهمهم هني العلاج، بيهمهم التجاره فقط. تجار دم كلها. بتقول يعني انا حدا بيجي بيستشيرني انه بدي احكي ولا بدي اصور ولا. لما انا كنت في ادلب يجوا يستشيروني، يعني يقولوا لي بدنا نحكي او بدنا نصور. اذا طالعوني بالكلاش. رحت ضليت اسبوع في تركيا، اولادي تدمروا. هني سبب اصلا. السبب تراجع اولادي الصحي، هني السبب. ابن عمي والله انا ما كان عندي رغبه اطلع خالص، انا كان بدي الدقيقه اللي تمر اخذ فيها نتيجه عن اولادي. بس كلاشاتهم بس اجريهم، قلت لهم انا ما بدي اطلع، خلوني انا في مشفى خاص، انا بدي ادفع مصاري وبدي اعالج اولادي. لا احنا امنا لك كادر وامنا لك اطباء وامنا لك سكن، بس اطلع. طلعت. قمت دمرت اولادي، انا دمرت اولادي. سبب البتر، هني سبب البتر، انا اصلا امام الله ما بسامحهم. ما بسامحهم امام الله. لان اولادي انا تراجعوا، انا كنت عم بعالجهم بالمشفى عند الدكتور سائر والدكتور فاروق واخذوا نتيجه معي. الشام كانوا عم يضحكوا علي بيقولوا لي امورها جيده جيده، طلعت امورها فانصو. جبتها لعند الدكتور سائر قال لي اجريها منتهيات خالص وطالعه ريحتهن. جينا على تركيا زاد الوجع وجع. 3 ايام 4 ايام ضلوا من عدا علاج. ورجعنا رحنا يومين من وصلنا قال يلا على البتر. عرفت علي شلون؟ انا ما كنت رايد اطلع. طلعت غصب عني.